تخيل معايا كده المشهد ده في قلب الصحراء الواسعة، الليل هادي والنجوم بتنور السماء، سكون غريب. لكن في الليلة دي كل شيء بيتغير. الليلة اللي هيجي فيها شخص هيغير مصير البشرية للأبد. مكة، كعبة المشرفة في وسطها، وبيت الحرام شاهد على كل لحظة. فجأة نور مختلف بيشع كأنه بيعلن للعالم كله إن الرحمة وصلت. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد صلى الله عليه وسلم، الاسم اللي لما تسمعه تحس بطمأنينة، لكن لو بصيت على حياته هتشوف صبر وقوة وتحديات بدأت من أول لحظة. اتولد من غير ما يشوف أبوه، وفقد أمه وهو طفل صغير، لكن هل كان لوحده؟ لا أبدا، ربنا كان بيرعاه وكان بيمهد له طريقه خطوة بخطوة. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. دي مش مجرد قصة، دي رحلة هنعيش بيها كل لحظة، من لحظة ميلاده صلى الله عليه وسلم لحد ما ودع الدنيا. وإزاي في كل خطوة كان بيمهد لرسالة غيرت تاريخ العالم كله. ربنا اختاره لحكمة عظيمة. قال تعالى في كتابه الكريم: والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هنعيش كل لحظة في حياته، من طفولته وشبابه لحد نزول الوحي وبداية الرسالة والصراعات والانتصارات والفتوحات، وكل التفاصيل اللي خلت التاريخ ياخد مسار جديد. مش بس هنحكي القصة، هتحس انك جوه الأحداث بنفسك، هتشوف الخرايط والرسومات التوضيحية اللي تخليك كأنك في قلب الحدث. هنتكلم عن الشخصيات اللي كان ليها تأثير كبير في حياته صلى الله عليه وسلم. كل آية، كل حديث ليه مكانه المناسب علشان تحس بمعناه وتأثيره. هتحس بالفرحة والانتصار، وهتحس بالدموع، الألم، كأنك كنت هناك. محمد صلى الله عليه وسلم مش مجرد شخصية في التاريخ، هو القدوة اللي ممكن تغير حياتك، في رحمته بالضعيف، في صبره على الابتلاء، في شجاعته في مواجهة الظلم، في ضحكته حتى في أصعب المواقف. كل موقف في حياته صلى الله عليه وسلم هو درس ممكن يغير حياتنا للأفضل، كما جاء في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت أحداث غير عادية بالمرة. جيش ضخم جاي يهدم الكعبة، وفيل بيقود الجيش بنفسه، لكن اللي حصل كان معجزة بكل المقاييس. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إيه اللي حصل بالظبط، وإزاي الأحداث كان ليها تأثير لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية. شكرا لكل شخص اداني من وقته وسمعني. أتمنى تكون الحلقة دي ضافت ليك حاجة جديدة. نتقابل في الحلقة اللي جاية بإذن الله في سلسلة محمد رسول الله.